معاكم النهاردة من دولة عربية موجودة في الخليج العربي. هي دولة ملكية عبارة عن جزيرة في غرب آسيا. الجو حر يا جماعة قوي. انا ماشي هنا دلوقتي الساعة حوالي 9 الصبح او 10 الصبح، وطبعا زي ما انتم شايفين كده العرق في كل حتة، رطوبة عالية جدا يا جماعة. بيعيش فيها السنة والشيعة. هي واحدة من أصغر الدول الآسيوية، وهي أصغر دولة عربية من حيث المساحة، معروفة بالتجارة والصيد. عملتهم هي تاني أقوى عملة في العالم. هاخدكم في جولة سريعة هنتعرف فيها على أشهر الأكلات عندهم. معاكم يا جماعة هنا في المنامة، عاصمة البحرين. ومعاكم هنا يا جماعة من عند باب البحرين. المكان ده يعتبر المكان الحيوي واللي فيه الأسواق اللي فيه دايما بيبقى زحمة طبعا، بس أنا عشان دلوقتي وقت الظهر. المكان ده يعتبر أشهر مكان هنا في وسط العاصمة المنامة، في وسط عاصمة البحرين المنامة. وهدخل دلوقتي عشان أجرب الفطار البحريني في واحد من الكافيهات أو المطاعم المشهورة هنا اللي بتقدم أشهر الأكلات البحرينية في الفطار. يلا بينا. معاكم هنا يا جماعه في واحد من اشهر المطاعم الموجوده هنا اللي بتعمل الفطار التقليدي البحريني. هنا في اكلات في البحرين مشهوره في الفطار. في هنا اكله مشهوره جدا اسمها البلاليط. هيجيبوها دلوقتي طبق اسمه غريب، هنشوف كده اما يجي عامل ازاي، وده مشهور جدا هنا في البحرين. في بقى الكبده وفي الفول وفي الفاصوليا اللي هو تقريبا الاكل العادي اللي مشهور في معظم الدول الخليج والدول العربيه. طبعا هنا البحرين متاثرين جدا بالمطابخ من الدول اللي جنبهم، ايران والسعوديه، ففي تشابه كبير او واخدين الثقافه في المطبخ عندهم من الدول دي. في تشابه كبير طبعا بسبب التجاره اللي كانت ما بينهم من زمان، لان زي ما قلت لكم البحرين موجوده بين قطر والسعوديه وايران في الخليج العربي او الخليج الفارسي. المطعم طبعا اسمه مطعم حجي، ده من اشهر المطاعم او الكافيهات اللي الناس هنا بتيجي تفطر فيه دايما. الصبح بيفتح من 5:30 الصبح وتقريبا طول اليوم، لان عنده برده غدا وعنده عشاء وعنده الفطار طبعا هو الاساسي. دايما الناس هنا بتيجي تفطر من عنده. يعتبر اشهر مطعم هنا موجود في البحرين بيعمل الفطار التقليدي البحريني. هذا ايش؟ هذا فول؟ هذا فول، هذه بلاليط، هذه لوبيا، فاصوليا، هذه فاصوليا. ونزل دلوقتي يا جماعه الاكل، نزل الفطار هنا البحريني. طبعا نزل الكبده، هي كبده بقري موجوده هنا، وفي اللي هو الطبق المشهور اللي هو البلاليط. ده اشهر طبق واسمه غريب، مش عارف يعني، ده اشهر طبق موجود هنا في الفطار البحريني، مميز هنا، مميزين بيه، اللي هو عباره عن بيض مقلي وموجود معاه شعريه. مش عارف، ميكس غريب، اول مره اشوفه بصراحه. هو ده الطبق المختلف عن الاطباق في اي دوله تانية يعني. وفي موجود برضو هنا اللي هو الفول، وفي بقى هنا موجود الفاصوليا البيضة، دي برضو من الاطباق اللي موجوده هنا في الفطار البحريني. وفي موجود برضو العيش ده يا جماعه عندنا زي في مصر اللي احنا بنقول عليه اللي هو العيش الرقاق. في مصر عندنا شبهه بالظبط اسمه العيش الرقاق، لكن هنا بيسموه العيش الايراني. هنجرب دلوقتي ونبتدي كده مع بعض ونجرب. نبتدي هجرب البلاليط يا جماعه عشان نشوف كده طعمها عامل ازاي. لا بس كده انا باكل بايدي على طول، اللي هو البيض المقلي مع الشعريه. مش عارف ميكس، هنشوف كده هيبقى طعمه عامل ازاي. بسم الله. لا طعمه غريب يا جماعه. طعمه لا الميكس ده بصراحه مش عاجبني، لا بصراحه مش ظابط معايا. نجرب الكبده. هي كبده مع البطاطس ومعاها طماطم، يعني طعمها عادي
مش مميزه برضو، طعمها عادي. ونجرب بقى الفول. بتقولي بزيت الحار؟ مش عارفه، حاسه. هنجرب كده الفول نشوفه بقى ايه نظامه. هو مختلف شويه عن يعني مش زي فول الجلابه او الفول المصري بتاعنا، هو مختلف شويه. نعصر ليمون كده عشان نظبط الطعم. بس هو اعتقد فيه زيوت كتير، يعني الفول متغرق زيت، باين في الطعم ان فيه زيوت كتير، بس هو طعمه حلو يعني، صح؟ لا الفول حلو، الفول عجبني بصراحه. مع عصرنا الليمون برضو الدنيا ظبطت شويه. طبعا بقى البصل عشان مع الفول ايه الدنيا تظبط. نجرب بقى الفاصوليا. انا مش متعود بصراحه اكلها زي الفول كده. يعني عامه واضح انها معموله بالصلصه، صح؟ شبه عندنا احنا بنقول عليها طبيخ، بنقول عليها في مصر عندنا طبيخ. كنت حاسس انها دسمه شويه، لا بس بصراحه هو الفول اللي حلو، اللي عجبني بصراحه. البلاليط لا صعبه بصراحه، هي بلاليط فعلا. انا حاسس انها بالنسبه لي انها يعني ايه، ميكس غريب، مش راكب بالنسبه لي، مش راكب على بعضه بصراحه. الكبده برده نص نص. الفاصوليا عشان مش متعود عليها اكلها بالطريقه دي، لكن الفول 100 100. الفول بعد حطينا الليمون ظبط جامد بصراحه. هو شكلنا كده هناكل فول بس. وجي يا جماعه دلوقتي الشاي الكرك اهو. ده الشاي الكرك اللي هو شاي بحليب. ما اعرفش هنا بقى هيبقى عامل ازاي طعمه، نجربه كده ونشوف طعمه عامل ازاي. لا اعتقد عايز سكر، لان انا عامه بشرب الشاي عامه العادي بدون سكر. حطيت شويه سكر كده صغيرين عشان يظبطوا الطعم. البحرين يا جماعه هي دوله عربيه، دوله خليجيه عربيه في الشرق الاوسط، عباره عن جزيره في الخليج الفارسي او الخليج العربي، موقعها ما بين قطر والسعوديه. قطر من جهه الجنوب الشرقي، والسعوديه من جهه الغرب والجنوب الغربي. هي تقريبا ما بين الدولتين، وفي شمالها موجود ايران. هي طبعا زي ما قلت لكم هي جزيره او مكونه من مجموعه جزر طبيعيه وجزر صناعيه موجوده، ما عندهاش حدود بريه مع الدول دي. كل حدودها حدود بحريه. بيربطها بين السعوديه حدود بريه هو عن طريق جسر واحد بس، البري الوحيد اللي بيربط بين البحرين والسعوديه. الجسر الملك فهد طوله حوالي 25 كيلومتر، بيربط بين السعوديه والبحرين. من السعوديه من مدينه الخبر في شرق السعوديه لحد مدينه الجسره غرب البحرين. ده الطريق البري الوحيد اللي بين البحرين واي دوله تانية. هي اصغر دوله عربيه من حيث المساحه، مساحتها حوالي 780 كيلو متر بس يا جماعه، صغيره جدا. هي اصغر دوله عربيه وثالث اصغر دوله اسيويه في قاره اسيا بعد المالديف وبعد سنغافوره. البحرين يا جماعه هي ثالث اصغر دوله عربيه من حيث عدد السكان بعد جزر القمر وبعد جيبوتي. وهنا يا جماعه ده هنا السوق، ده هو السوق الموجود هنا في العاصمه المنامه. ثانك يو اي هاف يا فن ثانك يو. طبعا السوق ده بيبقى زحمه، بس عشان احنا دلوقتي وقت الظهر زي ما انتم شايفين كده عرقان، الجو حر طبعا. لان زي ما قلت لكم انا جاي زياره سريعه وهم يومين بالظبط وهمشي على طول. هنا بقى بيبيعوا كل حاجه، بيبيعوا هدايا، بيبيعوا التوابل يعني زي ما شايفين هنا كده. ثانك يو فهنا في كل حاجه بقى، اي حد محتاج اي حاجه، محتاج لبس، محتاج يجيب توابل، محتاج هدايا سوفينير. هنا
السوق هنا في عند باب البحرين. المكان هنا اسمه باب البحرين في وسط العاصمة هنا المنامة. المنامة يا جماعة هي طبعا عاصمة البحرين، هي أكبر مدينة في البحرين، وهي موجودة في شمال شرق البحرين. تعداد السكان هنا في البحرين حوالي 1.5 مليون. هنا طبعا الديانة الأساسية هي طبعا الإسلام، لكن هي خليط بين الشيعة والسنة. عملة البحرين هنا يا جماعة هي الدينار. الدينار البحريني بيعتبر تاني أعلى قيمة كعملة في العالم. الكلام ده من أواخر القرن العشرين. الدينار البحريني بيساوي، الواحد دينار بحريني بيساوي 2.65 دولار، وبرضو الدينار البحريني بيساوي حوالي تقريبا 10 ريال. عملة عالية، قيمتها عالية جدا، من الأعلى في العالم. زي ما قلت لكم هي تاني أعلى عملة في العالم كقيمة. كيف الحال؟ زين الحمد لله. ورايح دلوقتي يا جماعة المطعم تبريز عشان أجرب بقى الأكل البحريني. نجيب كده السي فود، طبعا هنا مشهور جدا في البحرين، عشان كده أنا رايح المطعم أجيب كده شوية أكل من الأكلات السي فود المشهورة هنا في البحرين، وهرجع أجربها في الفندق. يلا بينا. ووصلت هنا يا جماعه لمطعم تبريز. ده المطعم اللي هاكل فيه، اللي هجرب منه الاكل البحريني التقليدي. هدخل دلوقتي واشوف ايه الاكلات المشهوره هنا في البحرين، واخدها معايا واجربها في الفندق. يلا بينا. وخدت بقى كاسة شاي كده يا جماعة لحد ما الأكل يخلص. مستني الأكل. هنا كده بيبقى فيه هنا برادات شاي موجودة هنا اللي بيستنى بقى الأكل. من المطعم بصراحة زحمة، وفي ناس كتير جدا كتير هنا، معظمهم خلايجة من الخليج، السعودية والإمارات وقطر، بيجوا هنا كتير جدا، وفي انتظار الاكل. ووصلت يا جماعه دلوقتي، وصلت الفندق معايا كاس الاكل اهي، عشان اطلع بقى في الفندق فوق ونجرب الاكل. يلا بينا. واو، ده بسمك الهامور، ده المكبوس بسمك الهامور. المكبوس بقى ده يا جماعه اللي بيتعمل ده خلطه يعني بين الكبسه وبين البرياني. الرز بتاعهم ده بيسموه المكبوس، ده خلطه بين الكبسه، رز الكبسه ورز البرياني. ليهم بقى التوابل بتاعتهم المشهوره بيها هنا في البحرين. يعني معظم الاكل البحريني بيتعمل بالتوابل دي، بيحطوا بقى الفلفل والملح والكاري والقرنفل والزنجبيل. الطبق ده مشهور جدا هنا يا جماعه. طبق المكبوس وبيتعمل بالفراخ عادي، لحم الدجاج، وبيتعمل باللحمه، لكن الاشهر اللي هو بالسي فود. السمك الصغير ده بيسموه هنا سمك الصافي، اللي هو ده السمك الصافي من الاكلات او من الاسماك المشهوره جدا هنا في البحرين. جايبين بقى معاهم الخبز، جايبين برضو هنا اللي هو الجمبري برضو يا جماعه، الجمبري المشوي. دي برضو اللي هو الجمبري المشوي العادي زي ما انتم شايفين كده. ده برضو من الحاجات المشهوره هنا، بيعملوا فيه الجمبري برضو المقلي والجمبري المسلوق، لكن المشوي ده مشهور عندهم هنا، من الاكلات او الاطباق المشهوره هنا في البحرين. وطبعا بقى جايبين سلطات عاديه. وفي بقى اللي هو الطبق برضو من الاطباق المشهوره جدا عندهم هنا، اللي هي الصالونه. الصالونه دي بقى يا جماعه اللي هي زي مرقه السمك، اللي هي ما يسموهاش شوربه قوي، يعني بيقولوا في حاجه اسمها شوربه وفي حاجه اسمها الصالونه، اللي هي المرقه دي. مرقه دي فيها خضار، بيبقى فيها باميه وبطاطس وطماطم، دي كده خليط اللي هي تعتبر ساده، صالونه ساده. وفي بقى الصالونه الثانيه اللي هي طبعا المشهوره جدا هنا، صالونه السي فود.
طبعا بتختار عايزها بأني نوع سمك. انا اخترت بالهامور، هي دي برضو الصالونة. ونجرب دلوقتي يا جماعة الاكل المكبوس بقى، نشوف كده طعمه عامل ازاي. نجرب كده طعم الرز المكبوس. انا قلت لكم اللي هو فيه بهارات كتير، هي دي الحاجة اللي بتميزها هنا في الاكل البحريني، في الرز هنا اللي هو البهارات الكتير. نشوف كده طعم الهامور بقى يا جماعة. لا حلو. ده بقى السمك الصافي، بيسموه هنا السمك الصافي، السمك الصغير ده. هو شبه اللي هنقول عليه عندنا في مصر البليمي باين، ولا ده اكبر شويه؟ ده اكبر شويه من البليمي صح؟ احنا عندنا في مصر في السمك الاصغر من ده شويه بنسميه البليمي، طعمه خطير. هو ده فيه شبه منه كده بس ده اكبر شويه. لا حلو السمك الصافي، جامد بصراحه. طبعا ده مقلي، السمك الصافي ده مقلي في الزيت. لا حلو، التتبيله بتاعته حلوه. والرز فعلا فيه جوه اللي هو الفلفل مثلا الاخضر هنا باين في التوابل بتاعه الرز، التتبيله بتاعته. وفي بقى الجمبري المشوي زي ما بقول لكم. طبعا الجمبري المشوي برده من الاطباق المشهوره عندهم هنا. هو عامه السي فود يعتبر من اشهر الاكلات الموجوده هنا في البحرين. الجمبري مشوي على الفحم، مشوي على الفحم وريحه الفحم باينه فيه، بس طبعا مش قوي، خفيف. وحتى الحجم بتاعه حلو، حجم الجمبري هي حلو. واضح ان الرز المكبوس عجبك صح؟ باين. لا بصراحه حلو، والاكل بصراحه روعه بصراحه، يعني توابله مظبوطه وفعلا حلو، يعني مظبطينه. طبعا يا جماعه في الصالونه دي زي ما قلت لكم دي مرقه السمك، تمام. هما بيسموها صالونه غير الشوربه. يعني انا سالتهم في المطعم بيقولوا لي الصالونه حاجه والشوربه حاجه. الصالونه تبقى يعتبر المرقه اكتر، يعني بتبقى متشربه بالطعم السمك او الخضار المعموله بيه. يعني انا جبت واحده اللي هي الخضار، بيبقى زي ما قلت لكم في باميه فيها بطاطس وفي طماطم، تمام، خضار مشكل. وفي انا جبت بقى بتاعه الهامور، يعني في برضو بكذا نوع من الكنعد، برضو سمك الكنعد بيعملوا منها برضو الصالونه، من كذا يعني كذا نوع من انواع السمك ينفع تعملوا بيها الصالونه. هنشوف كده. وبيقول لي طبعا انت بتحطها زي الصوص كده على الرز وانت بتاكل. هجرب كده ادوق طعمها كده لوحده الاول من غير الرز. بس اعتقد برضو فيها بصل جوه، وفي برضو بعض الاعشاب مش ساده، يعني في حاجات برضو حاطينها. هي قريبه من الإدام كده، او بيسموها عندنا اللي هي ما بيعملوا عندنا اللي هي الدمعه صح؟ الدمعه بيسموها عندنا الدمعه. لما بتعمل مثلا خضار في الفرن كده مثلا مع البطاطس وكده واللحمه، بيبقى فيه اللي هي الميه او الصوص ده بنسميها عندنا في مصر الدمعه. هي فيها شبه منها في الطعم وحتى في الشكل. يعني هو طعم الخضار باين فيها اكتر. الرز المكبوس يا جماعه مع سمك الهامور بصراحه جامد. والسمك الصافي برضه حلو قوي، مقلي وطعمه تتبيلته حلوه بصراحه يعني. وطبعا الجمبري برضه، الجمبري معمول مظبوط يعني بيرفكت. الاسماك عامه كلها كده اللي جربناها النهارده كلها تحفه. فيديو البحرين خلص يا جماعه. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، اعملوا شير للقناه، اكتبوا كومنت. اشوفكم الفيديو الجاي، يلا سلام.